السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا ومتابعينا على قناتنا على اليوتيوب سمارت تكنولوجيا المعلومات. بس أنا النهارده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وناس كتير سألونا عنها، وهو إنك إزاي تعمل إعلان ممول على الفيسبوك. طبعا كل واحد عنده مجال أو عنده شغل عنده حرفة حابب إن هو يعلن عنها علشان توصل لكم هائل من الناس ويبدأ يعلي من شغله ويبدأ يعلي من الريت بتاعه. طيب ناس كتير بتلجأ لشركات إن هم يعملوا لهم إعلان ممول على الفيس، وده بقى بيستنزف منهم فلوس كتير، وفي شركات بتعلي خالص اسعارها على الرغم ان الموضوع سهل وبسيط وكل اللي انت محتاجه فيزا مشتريات اونلاين. وهقول لك ازاي الطريقه. وبالنسبه لفيزا المشتريات الاونلاين انا قلت لكم قبل كده في فيديو سابق، سبت لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت، تقدر تشوفه كويس. انك تقدر تطلع فيزا المشتريات دي وانت قاعد في بيتك في 5 دقائق بدون الحاجه انك ترجع لاي بنك او تقف في طوابير او تصرف مصاريف اداريه كتير. شوف الفيديو واعرف ازاي تطلع فيزا المشتريات، ويلا بينا نشوف ازاي نعمل اعلان ممول بدون الحاجه للجوء لاي حد يعمل لنا اعلان ويضحك علينا وياخد مننا فلوس كتير. يلا بينا. السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا على قناتنا على اليوتيوب سمارت تك لتكنولوجيا المعلومات. حبايبنا النهارده هنتكلم في درس مهم جدا ناس كتير سألتنا عليه، ازاي اعمل اعلان ممول على الفيسبوك. طبعا ناس كتير بتلجأ لشركات او بتلجأ لصفحات على الانترنت عشان يعملوا لهم الموضوع ده، وبيبقى الموضوع مكلف جدا وبيدفعوا مصاريف زيادة كتير، ده غير نصابة او بياخدوا منك الفلوس او بيزودوا عليك فلوس بشكل مبالغ فيه. طيب درسنا النهارده هنتعلم ازاي نعمل اعلان ممول على الفيسبوك بأقل التكاليف ومن غير اللجوء لأي صفحة أو لأي شركة من الشركات اللي بتمولك على الفيس. هتعمل الموضوع بنفسك في أقل من دقيقتين، هتبقى ممول الإعلان بتاعك وهيظهر عند كل الناس، وهنتعلم ازاي نحدد أو نستهدف الجمهور اللي هيظهر عنده الإعلان، وهنشوف الطريقة ازاي بشرح مبسط، وهنعرف تفاصيل الموضوع ككل. طيب اول حاجة هنحتاجها في الموضوع ده ان انت يبقى معاك فيزا مشتريات اونلاين او فيزا انترنت. طيب ازاي ان انا احصل على الفيزا دي؟ هتلاقي موجود عندك تحت الفيديو ده في رابط في الوصف او في الديسكريبشن بتاع الفيديو، في رابط انا سابهولك في شرح ازاي انك تحصل على فيزا مشتريات او فيزا انترنت في اقل من 10 ثواني وب5 جنيه بس وانت قاعد في البيت. يعني وانت قاعد في بيتك في اقل من 10 ثواني هتكون طلعت فيزا انترنت او فيزا مشتريات اونلاين تقدر بيها تمول الاعلانات بتاعتك. الفيديو موجود تحت والشرح بتاعه بالتفصيل تحت الفيديو هتلاقيه في الوصف، هتضغط عليه وتعرف ازاي تستخرج كارت الفيزا الانترنت بحيث يبقى معاك الفيزا اللي انت هتمول بيها الاعلان، وتبدأ تاخد الخطوات اللي بعد كده. ايه الخطوة اللي بعد كده اللي انا هعملها؟ اول حاجة ندخل مع بعض على صفحة الفيسبوك العادية خالص. بنفتح الفيسبوك وبتطلع فوق خالص على الشريط الازرق من الشمال، زي ما انا واقف كده بالماوس عندي فيه سهم لتحت، السهم ده بضغط عليه بينزل لي القائمة المنسدلة دي وبيظهر معايا بعض الايقونات. بضغط على ايقونة إدارة الإعلانات بينقلني على صفحة تانية خالص اللي فيها بدير الإعلانات بتاعتي وبحط رصيد وكذلك. طيب أنا عندي بقول لم يتبقى لديك أي رصيد في حسابك، عايز إن أنا أضيف أموال. أبدأ إن أنا أضغط على كلمة إضافة أموال، بيقول لي حط بيانات الفيزا بتاعتك. ببدأ أحط بيانات الفيزا. طبعا لو أنتوا أول مرة بقول له بطاقة ائتمان، وبكتب له بيانات الفيزا اللي معايا اللي انا قلت لكم ازاي تطلعوها وانت في البيت في اقل من 5 ثواني وب5 جنيه فقط. وزي ما قلت لكم الفيديو موجود اللينك بتاعه تحت الفيديو ده في الديسكريبشن بتاعة الفيديو، تقدر ان انت تطلع الفيزا بتاعتك اللي انت هتتعامل بيها. بنكتب بيانات الفيزا بتاعتنا هنا زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط، ونبدأ نديله اوكي او متابعة. مثلا وليكن على سبيل المثال انا حطيت خلاص الفيزا، اعمل له متابعة. يبدأ يقول لي حط المبلغ اللي انت عايز تضيفه من الفيزا بتاعتك على رصيدك في الفيسبوك او في حسابات الاعلانات بتاعتك. ببدأ هنا امسح الرقم ده. مثلا لو انا عايز احط مثلا $1 عادي، ممكن اكتب 1.00 اهو، امسح خالص، اكتب 1.00
0 بقول له مراجعة الدفع. بيرجع يقول لي هل انت متأكد ان انت عايز تسحب من الفيزا دي اللي هي ماستر كارد، هتسحب منها $1 عشان يتحط. ببدأ اقول له دفع. طبعا الفيزا مفيهاش رصيد، فهيقول لي ان مفيش رصيد، ولكن طبعا احنا بعد ما بنعمل الفيزا بتاعتنا زي ما قلت لكم الشرح موجود اسفل الفيديو، هتبقى الفيزا بتاعتك فيها رصيد. بمجرد ما تعمل دفع هيبدأ ينزل معاك الرصيد بتاعك في حسابك على الفيسبوك. طيب خلاص القائمة دي مش عايزينها، هنخرج منها. احنا كده عرفنا ازاي بنضيف الرصيد من الفيزا بتاعتنا الى حسابنا في الفيسبوك عشان نبدأ نمول. طيب تمام، على افتراض ان انا كان في رصيد في الفيزا وبدأ الرصيد بتاعي ينزل معايا، او الرقم اللي انا حددته للفيسبوك ان هو يسحبه من الفيزا بتاعتي بدأ ينزل معايا عندي في الفيسبوك، وخلاص بقى عندي رصيد على الفيسبوك ان انا امول الاعلانات بتاعتي. ايه الخطوة اللي بعد كده، او ازاي ان انا بقى امول الاعلان بتاعي؟ طيب هل ان انا ينفع ان يبقى البوست عندي على صفحتي انا الشخصية واقدر اموله؟ ما ينفعش. طيب هل ينفع انه يبقى موجود على جروب يخصني وابدا ان انا اموله؟ ما ينفعش. ينفع في حالة واحدة بس، لو البوست موجود على صفحة مش جروب ولا الصفحة الشخصية، على صفحة يعني على بيج. يعني أنا بيبقى عندي بيج مثلا خاصة بيا أو خاصة بالمجال بتاعي أو خاصة بالشغل بتاعي، أبدأ إن أنا أنزل البوست عليها وأخش أعمل لها تمويل. يبقى في حالة إن أنا عايز أمول إعلان لازم يكون الإعلان موجود على صفحة أو على بيج، مش موجود على صفحتي الشخصية ولا على جروب، على صفحة. ولازم اكون انا الادمن بتاع الصفحه عشان اقدر امول الاعلان بتاعي. يبقى انا مطلوب مني لو انا ما عنديش صفحه ان انا اعمل اكريت صفحه الاول على الفيسبوك بخصوص المجال اللي انا هعلن فيه البوست بتاعي. يعني مثلا بالنسبه لي انا، لو انا شغال في مجال كاميرات المراقبه او اجهزه الانذار، بعمل اي صفحه على الفيسبوك، والطريقه سهله جدا هنشوفها دلوقتي قدامكم ازاي بنعمل الصفحه. تخص ان نكتب في الصفحه ان هي صفحه كاميرات مراقبه وكلام من ده. خلاص عملنا الصفحه بتاعتنا، نبدا نحط البوست او الاعلان اللي احنا عايزين نموله. يلا نشوف ازاي هنعمل الصفحه بتاعتنا. هنروح نضغط هنا على الفيسبوك عشان نخش على صفحه الفيسبوك الطبيعيه بتاعتنا تاني. تفتح معانا صفحتنا بتاعت الفيسبوك عادي خالص. لو انا عندي صفحه بدخل عليها، يعني مثلا انا بالنسبه لي عندي مثلا الصفحه بتاعتي اهي بتاعت سمارت تك، لو انا عايز ادخل عليها بضغط برضو من نفس القائمه اللي على الشمال هنا. تفتح معايا بالشكل ده، وابدا انزل عشان اشوف الاعلان اللي على الصفحه اللي انا عايز اموله. وليكن مثلا البوست ده، كل اللي انا هلاقي تحت البوست حاجه اسمها ترويج المنشور. بس كل اللي انا بعمله بضغط عليها، هيبدأ يدخلني على قائمة الترويج بتاعتي، وابدأ ان انا اختار الاوبشنز اللي انا محتاجها في ترويج المنشور. هيبدأ يقول لي ارسال الاشخاص الى موقع الويب او الى اللينك مثلا اللي هو اليوتيوب اللي هو انا عامل البوست فيه فيديو او الكلام ده. بعد كده بقى لو انا حابب ان انا احط هنا مثلا زرار، شكل زرار بحطه، الكلام ده كله دي كلها اضافات. بعد كده نيجي على موضوع الجمهور، وده شيء مهم. ده الناس اللي انا بستهدفهم في الاعلان بتاعي. طبعا هلاقي عندي ملايين الاهتمامات، ملايين المجالات اللي انا اقدر احددها. يعني انا مثلا بعمل البوست ده عن شرح ودورة تعليم كاميرات المراقبة، يبقى أنا ببدأ أستهدف الناس اللي شغالين في مجال التيار الخفيف. أبدأ أستهدف الناس اللي بتعمل شوبينج أونلاين عشان لو حد عايز يشتري كاميرات مراقبة ويركب كاميرات مراقبة. أبدأ أستهدف الناس اللي بيحبوا التكنولوجيا وأنظمة الحماية. أبدأ أستهدف الناس اللي بتدور على كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار. الكلام ده كله ببدأ أستهدف الجمهور بتاعي اللي هيظهر عنده الإعلان، بحيث ظهور الإعلان عند الجمهور يبقى شيء مفيد. استفاد ان انا دخل عندي ناس اللي مهتمة بالموضوع، ويبقى اللي انا دفعته ما راحش على الفاضي واستهدفت جمهور غلط. طيب خلاص ببدأ من ضمن القوائم استهداف الجمهور، بختار اللي انا عايزه. خلاص اخترت اللي انا عايزه، ابدأ انزل تحت وابدأ اقول له انا عايز مثلا الاعلان ده يظهر لمدة قد ايه، يوم، واحد، يومين، تلاتة، اربعة. اقل حاجة يوم، واقل حاجة في اليوم ده $1. يعني اقل حاجة يوم، واقل حاجة في اليوم ده $1. انا بختار مثلا يوم وبقول له $1.
خلاص خلصت، ابدا انزل تحت واقول له ترويج. ومجرد ما انا بضغط ترويج بيقول لي خلاص انت البوست بتاعك او الاعلان بتاعك دخل في مرحلة المراجعة. وخلال 5 دقايق او 10 دقايق بتبدأ تجي لك رسالة تانية من على الفيسبوك يقول لك خلاص تمت الموافقة على البوست بتاعك ان هو هيتروج ليه وخلاص. وتبدأ انت تتابع بقى عدد ظهور البوست بتاعك عند الناس وعدد التفاعلات بتاعته والنقرات على الاعلان بتاعك والكلام ده كله. بكده نكون خلصنا موضوعنا، ونزلنا ان انت ازاي تعمل اعلان ممول على الفيسبوك، وازاي تعمل الفيزا بتاعتك في 5 ثواني وانت قاعد في البيت بدون الحاجة اللي وقفت البنوك وبدون الغلبة وبدون اللف. الكلام ده موجود برضو في الفيديو اللي اسفل الفيديو دون في الشرح بتاعنا. تقدر ازاي تطلع الفيزا، تقدر ازاي تمول الاعلان بتاعك وبدون الحاجة للشركات اللي موجودة على النت اللي يقولك تعالى احنا هنمول لك اعلانك وياخد منك 10 اضعاف اللي انت هتدفعه. ادينا عملنا دلوقتي الاعلان بتاعنا مولناه ب1 دولار، يعني 18 جنيه، ما يعادل 18 جنيه، ما دفعناش اكتر من 18 جنيه في اليوم. وبيظهر معاك البوست لحد 1700 واحد. وطبعا كل ما زودت في عدد الايام او زودت في التمويل بتاعك من 1 دولار 2 دولار 3 دولار وهكذا، كل ما زاد عدد الاشخاص اللي ظهر عندهم الاعلان وكل ما زاد التفاعل. الناس بره اقل واحد بيمول لك يقول لك اقل اعلان ب50 جنيه، طبعا ياخد منك ال50 جنيه وهو ما دفعش غير ال 18 جنيه او الدولار ده. لا، انت تقدر بنفسك وبايدك تعمل الاعلان بتاعك وانت قاعد في البيت بكل سهولة لو انت اتبعت الشرح بتاعنا وعرفت ازاي تعمل الموضوع ده. طبعا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، تفعلوا زر الجرس وتعملوا لنا لايك وشير عشان تدعمونا نكمل.